السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجديدة كلامنا بالعربي، واللي إن شاء الله هتلاقوا فيها كل اللي بتبحثوا عنه بيخص المرحلة الابتدائية. أتمنى منكم في البداية تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد. طبعا في الوقت اللي احنا فيه كل الأمهات بتدور على مدرس يراجع الأساسيات القديمة لولادها، وخصوصا بعد الفترة الكبيرة اللي احنا قعدناها في البيت. وطبعا من أهم الأساسيات دي فرع النحو. النهارده ان شاء الله انا جايه علشان اقلل التعب والمجهود اللي الام بتعمله. كل الحكايه اللي هتعمليها النهارده انك هتجيبي ابنك وتركزي معاه. وعلى فكره يا جماعه احب الفت نظركم لنقطه صغيره. لو كل ام منكم ركزت معايا جدا وسمعت كل الفيديوهات اللي انا هنزلها هتقدر تبقى هي ام ومدرس لابنها. وده ان شاء الله هيبقى هدفي في المرحله الجايه، ان انا اخلي كل ام منكم هي مدرس لابنها. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا ولاد من خلال التدريب اللي أنا هعرضه لكم النهاردة ومن خلال الفيديو بتاع النهاردة هقدر أراجع لطلبة الصف السادس الابتدائي، وإن شاء الله هلم لهم المنهج اللي خدوه في سنة رابعة وفي سنة خمسة، بس منهج فرع النحو إن شاء الله. في البداية كده بيقول لي: التلميذ والنشيط محبوب يستيقظ مبكرا ويذهب إلى المدرسة. طيب هنا طبعا طالب مني في السؤال الأول اعرب ما تحته خط، والسؤال التاني طالب مني بعض الاستخراجات، يعني عايز مني اسم وفعل وحرف وجملة اسمية وجملة فعلية. في البداية كده طبعا هبص على الإعراب هبص على كلمة التلميذ. كلمة التلميذ دي يا ولاد في البداية كده لازم قبل ما أعربها أفكر فيها هل هي اسم ولا فعل. طيب مين فيكم بقى فاكر كده أنا أقدر أميز الاسم إزاي؟ الاسم يا ولاد أنا بميزه ببعض العلامات. مثلا ممكن يكون فيه ألف ولام، ممكن يكون فيه تاء مربوطة، ممكن كمان يكون فيه تنوين، ممكن يبقى فيه قبليه حرف جر. دي علامات الاسم. طب لو أنا عندي اسم وبدأت بيه جملة، مين فاكر كنت بقدر أقول على الاسم اللي في أول الجملة ده إيه؟ أنا عارفة إن في ناس شاطرة كتير وهتبقى عارفة فعلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. برافو عليكم يا سنة ستة. طالب مني إعراب كلمة المدرسة. بالنسبة لكلمة المدرسة كمان لو حبيت أركز فيها وأبص لها هلاقي إن هي كمان اسم، لأن فيها علامتين من علامات الاسم. مين شاطر يقدر يقول لي؟ برافو عليك، أيوة فيها الألف واللام، وفيها كمان يا ولاد التاء المربوطة، وفيها كمان علامة تالتة إن جه قبلها حرف الجر، ودي كل الحاجات دي بتثبت إن ده اسم. طيب اسم وجه قبلها حرف جر يبقى دي على طول إيه يا ولاد؟ أحسنتم، برافو عليكم، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. بس من المناسبة دي أحب أراجع معاك كده بسرعة حروف الجر اللي هم كانوا إيه؟ ها، من، إلى، عن، على، في والباء والكاف واللام. خلينا نشوف بقى يا ولاد هنا الطلب التاني في السؤال اللي هو الاستخراج. طالب مني كده استخراج بعض الأشياء زي اسم، فعل، حرف، وجملة اسمية وجملة فعلية. طيب انا لسه كنت مفكراك بالاسم من شويه وقلت لك العلامات بتاعته ان انت ممكن تلاقي فيها الف ولام، تلاقي تاء مربوطه، ممكن كمان تلاقي تنوين، ممكن تلاقي قبلها حرف جر تبقى دي علامه من علامات الاسم. ولو بصيت عندي في السطر اللي قدامي هلاقي كذا حاجه، هلاقي التلميذ والنشيط ومحبوب ومبكرا والمدرسه، كل دي اجابات صح. طب بالنسبه للفعل بقى، بالنسبة للفعل يا سنة ستة أنا معنى الفعل أصلا إيه؟ إن هو شيء بيحدث في زمن معين، يا إما زمن الماضي حاجة خلصت خلاص، يا إما زمن الحاضر ودي بسميها فعل مضارع، يا إما طلب فعل شيء وده بسميه فعل أمر. اكتب، ارسم، كل، اشرب، كل دي أفعال أمر. طيب أنا عندي الأفعال اللي عندي في القطعة مفيش غير فعلين اتنين بس اللي هما يستيقظوا ويذهبوا، الاتنين طبعا أفعال مضارعة. بالنسبة للحروف أنا لسه مفكراكم بيها من شوية، من، إلى، عن، على، في والباء والكاف واللام، وعندي منهم هنا إلى. الجملة الاسمية طبعا خلاص بديهي بتبدأ باسم، يبقى أنا ما عنديش غير إيه؟ اختيار واحد بس، التلميذ النشيط محبوب. طيب بالنسبة للجملة الفعلية طبعا هتبدأ بفعل. عندي جملتين، في جملة يستيقظ مبكرا والتانية جملة يذهب إلى المدرسة. تعالوا يا ولاد دلوقتي نشوف بقى السؤال الجديد. بيقول لي أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. السؤال الأول بيقول لي يظهر القمر نقط، وعايز مني ظرف زمان. خليني أراجع معاكم ظرف الزمان. هو خليني بس أقول لك مبدئيا إن الظرف يا إما ظرف زمان يا إما ظرف مكان. ظرف الزمان لو بيدل على زمن معين، وظرف المكان لو بيدل على مكان. طب ظرف الزمان زي إيه؟ زي صباحا، مساء، ظهرا، عصرا، ليلا، صيفا، شتاء. طب ظرف المكان، ظرف المكان لو فوق، تحت، امام، وراء، خلف. طيب
هنا بيقول لي يظهر القمر. هو القمر ده امتى بيظهر؟ متى يظهر القمر؟ ايوه احسنتم، يظهر القمر ليلا. برافو عليك. السؤال اللي بعده بيقول لي نقط علماء مبدعون، وعايز مني ضمير غائب. خليني افكرك ان الضمير عندي اما مخاطب واما غائب واما متكلم، وهيجي ذكرهم شويه كده. الضمير الغائب بس خلينا فيه دلوقتي. الضمير الغائب يا ولاد بتكلم بيه عن حد مش موجود، يا اما اقول هو، هي، هما، هن، هم. طب هنا علماء، علماء دي نوعها ايه من الكلمات علشان اجيب الضمير المناسب ليها؟ علماء دي يا ولاد كلمة جمع، ونوع الجمع بتاعها جمع ايه؟ تكسير. احسنتم. طب ومبدعون جمع نوعه ايه؟ برافو، جمع مذكر سالم علشان اخره واو ونون. طيب لما اجي اتكلم عن العلماء المبدعون هقول ايه؟ ايوه هقول ايه؟ هم علماء مبدعون. احسنتم. السؤال الثالث بيقول لي نقط صديقات متميزات، وعايز مني ضمير مخاطب. مخاطب يعني هكلم بيه اللي قدامي، اللي هو ايه؟ انت، انتي، انتم، انتما، انتن. طب صديقات دي جمع نوعه ايه؟ جمع مؤنث سالم، وزيها بالظبط كلمة متميزات. طب لما اجي دلوقتي اقول اكلم الصديقات المتميزات اقول ايه؟ ايوه انتن صديقات متميزات، يبقى هتبقى ايه الاجابه بتاعتي؟ انتن. المثال الرابع بيقول لي الامهات نقط، وعايز مني خبر. طبعا الامهات دي يا ولاد اسم زي ما انا فكرتك من شويه، وفيها علامه الاسم اللي هي الالف واللام اللي هي احدى علامات الاسم. الامهات عايزه الخبر بتاعها، اقول الامهات مالهم؟ اقول الامهات ايه؟ رحيمات. يبقى هنا ده الخبر بتاعها، لان انا لما اجي اسال عن الامهات مالهم الامهات دول؟ والله رحيمات، كريمات، طيبات، اي حاجه من كده. السؤال اللي بعده بيقول لي نقط فتاتان جميلتان، وعايز مني اسم اشاره. خليني افكرك باسماء الاشاره اللي انا بستخدمها علشان اشاور على حد او على حاجه. بقول ايه؟ هذا، هذه، هؤلاء، هذان، هاتان، وفي كمان ذلك وتلك. طب انا هتكلم عن فتاتان يعني مؤنث ومثنى، يبقى هقول ايه؟ هقول هاتان فتاتان جميلتان. برافو عليكم. السؤال اللي بعده بيقول لي حول الجملة الآتية من جملة اسمية لجملة فعلية. طيب الجملة بتقول لي ايه؟ الأطفال يحبون اللعب حبا شديدا. ركز كويس قوي قبل ما تجاوب. هنا الجملة بدأت باسم علشان كده جملة اسمية. طب أنا عايزاها تبقى فعلية، يبقى لازم تبدأ بفعل. هل هجيب يحبون قدام وأقول يحبون الأطفال اللعب؟ لا، هقول ايه؟ هقول يحب الأطفال اللعب حبا شديدا. ليه؟ لأن الجملة عندي الفعلية يا ولاد ما ينفعش ان هي الفعل في بدايتها يبقى مثنى ولا جمع، يعني ما ينفعش اقول يحبون ولا يحبان، يبقى الجملة في بداية او الفعل في بداية الجملة ماله؟ لا يثنى ولا يجمع. تعالوا نشوف دلوقتي بقى التدريب التاني. التدريب التاني هنلاقي فيه افكار اكتر وهنلاقي فيه دروس اكتر ممكن نراجعها. هنا بيقول لي تحب الأم أبنائها حبا شديدا وتربيهم على الأخلاق الكريمة والسلوك الحسن. تمنح الأم الأبناء الحب والحنان والجهد والوقت أملا في تفوق الغد ونجاح المستقبل. وطالب مني عادي جدا أعرب ما تحته خط وبعدين استخرج. طيب تعالى نشوف بقى الإعراب. أول حاجة في الإعراب يا ولاد وكان لازم ألفت نظركم ليها في الجدول الأولاني، إن أنا الإعراب لازم أعمل جدول للإعراب علشان أول حاجة أبقى منظم، علشان كمان يا ولاد ما انساش كلمة من كلمات الإعراب تقع مني. أنت أول ما يجيلك سؤال الإعراب كده المفروض إن أنت تبدأ تحط دواير في القطعة على الكلمات اللي أنت عايزك تعربها، وتبدأ تفضيها في الجدول كلمة كلمة علشان ما فيش كلمة تقع منك، لأن بتحصل كتير ان الولد يخرج من الامتحان فماما بتراجع معاه الامتحان تبص تلاقي فيه كلمه او اتنين وقعوا منه وهو مش حاسس، خصوصا لو الاعرابات كتير. طيب نيجي نبص على اول كلمه اعراب اللي هي كلمه الام. كلمه الام دي يا ولاد اسم ولا فعل؟ طبعا اسم، لانها بدات بالالف واللام ودي علامه من علامات الاسم. طيب تعالى بص على اللي قبلها. اللي قبلها كلمه تحب. تحب دي اسم ولا فعل؟ كلمه تحب دي فعل، يبقى لازم اسال الفعل ده سؤالين: من وماذا، او مين وايه. مين اللي بتحب؟ الام. الام هي اللي عملت كده، تبقى الام دي اعرابها ايه؟ فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي تمنح الام الابناء. طيب انا هنا عايز اعرب كلمه الابناء. الابناء دي برضو نفسها هسالها نفس السؤال: اسم ولا فعل؟ يا مس والله دي اسم وفيها كمان الف ولام اهي. طيب هبص على اللي قبلها. ما هو على فكره يا ولاد علشان اعرب كلمه ما ينفعش اعربها من نفسها، لازم ابص على اللي قبلها.
طيب كلمة الأم هي كمان اسم. طب لو جيت قريت الاتنين مع بعض، الأم الأبناء، هل انت وصل لك حاجة؟ لا ما وصليش. يبقى امشي كمان شوية لقدام، يبقى تمنح. تمنح دي برضو نفس السؤال، اسم ولا فعل؟ لا المرة دي يا ميس دي فعل. طالما لقيته فعل هسأله سؤالين، من وماذا، أو مين وإيه. مين اللي بتمنح؟ الأم، يبقى فاعل. تمنح الأم. مين؟ الأبناء، بتبقى الأبناء دي إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. السؤال الثالث اللي هو كلمة المستقبل، ودي فيها كلام شوية وإن شاء الله هنفرد لها فيديو خاص بيها. كلمة المستقبل يا ولاد لو انت بصيت لها، هي اسم ولا فعل؟ كلمة المستقبل اسم، فيها ألف ولام ودي من علامات الاسم. هبص على اللي قبلها، كلمة نجاح، هي كمان اسم. خلاص كده. طيب كلمة نجاح اسم وكلمة المستقبل اسم، الاتنين اسم. طب يا ترى ايه علاقة التانية بالأولى؟ ايه علاقة المستقبل بكلمة نجاح؟ كلمة المستقبل يا ولاد بتوضح لي كلمة نجاح، بتوضحها لي وبتحددها. يا ترى نجاح ايه؟ لو انا استغنيت عن كلمة المستقبل هتخليني مشتتة. يا ترى نجاح مين؟ نجاح الأبناء، نجاح في الحياة، نجاح ايه بالظبط؟ قال لي لا نجاح المستقبل. في المستقبل كلمة في الوقت دوت هتعرف ايه يا ولاد؟ حاجة اسمها مضاف إليه، والمضاف إليه ده دائما مجرور، وعلامة جره هنا هتبقى الكسرة لأن المستقبل ده اسم مفرد، يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تعالوا دلوقتي بقى يا ولاد نشوف الطلب التاني اللي هو الاستخراج. وطبعا في الاستخراج كمان بعمل جدول علشان ما انساش اي حاجه وعلشان ابقى محدد المطلوبات بتاعتي واحده واحده. اول حاجه طالب مني مفعول مطلق ونوعه. خليني افكرك يا ولاد ان المفعول المطلق يعني ايه؟ مفعول مطلق ده كلمه يا ولاد ماخوذه من لفظ الفعل، زي ما اقول كده ايه مثلا؟ يذاكر مذاكره، يجتهد اجتهادا، يكره كرها، يساعد مساعده. هتلاقي كلمه مساعده شبه كلمه يساعد، وكلمه اجتهادا شبه كلمة يجتهد. طب لو انا طبقت على الكلام اللي عندي في القطعة هلاقي كلمة ايه شبه الفعل بالظبط؟ هلاقي عندي كلمة حبا لانها شبه كلمة تحب، مأخوذة من نفس لفظ الايه؟ الفعل. كلمة حبا دي هتبقى هي المفعول المطلق. طب يا ترى نوعها ايه؟ خليني اراجع لك كده واقول لك ان المفعول المطلق كان بيبقى نوعين، في مبين للفعل وفي مبين لنوع الفعل وفي مؤكد للفعل. يبقى مبين للنوع ومؤكد للفعل. والله لو جالي كلمة بعد المفعول المطلق تبقى الكلمة دي مبين للنوع، لو ما جاليش كلمة تبقى مؤكد للفعل. طب هنا أنا عندي حبا شديدا، بين لي نوع الحب، يبقى هنا تبقى نوع المفعول المطلق إيه؟ مبين للنوع. برافو عليك. بالنسبة للمفعول لأجله، المفعول لأجله يا ولاد هو كلمة بتيجي علشان تبين لي سبب حدوث الفعل. أما أجي أقول ذاكرت حبا في النجاح، أكلت رغبة في الصحة، مثلا شربت الدواء طمعا في العلاج أو طمعا في الشفاء، يبقى أنا كده كلمة حبا ورغبة وطمعا دي جات لي علشان تبين لي سبب حدوث الفعل. طب هنا لو أنا قريت القطعة بتاعتي هلاقي في كلمة بارزة قوي وأظن أنتوا واخدين بالكم منها، اللي هي كلمة إيه؟ أملا. يبقى هنا كلمة أملا هنا هتبقى مفعولا لأجله. وخليني أفكرك إن كل المفعولات منصوبة. طيب عايز مني كمان يا ولاد جمع تكسير. ايه هو جمع التكسير بقى؟ جمع التكسير ده جمع لما انا جيت اجمع الكلمة المفرد اتغيرت خالص عند الجمع، زي كلمة قلم لما جيت انا جمعتها بقت ايه؟ اقلام، اتكسرت. او كلمة مكتب لما انا جيت جمعتها بقت ايه؟ مكاتب، اتكسرت. كلمة كتاب لما انا جيت جمعتها بقت ايه؟ كتب، برضو اتكسرت. طيب هنا في عندي كلمة ايه؟ لو انت بصيت كويس هتلاقي في كلمة واحدة بس، هي كلمة ايه؟ كلمة الاخلاق. لا وفي عندي كلمة كمان يا ولاد، كلمة ايه؟ الابناء. يبقى عندي الاتنين دولت هو الاتنين يعني يعتبروا جمع تكسير. ركز بقى معايا هنا يا سنة 6، عندي أفكار تانية جديدة ودروس كتيرة متعلقة بالصف الخامس، وعايزة يا ريت من كل الأمهات وكل المامز يبقوا قاعدين جنب ولادهم ويراجعوا معايا الأجزاء ديت، علشان لما ابنك يحتاج لك فيها تقولي له مش عارفة، ما تقوليلوش مش عارفة يعني. طيب أول سؤال بيقول لي كرمت الدولة ونقط، وعايز مني جمع مذكر سالم. خليني أفكركم إن الجمع عندي بينقسم لثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع التكسير. وأنا قلت لك جمع التكسير من شوية. جمع المذكر السالم هو ما يزيد على مفرده ألف واو ونون أو ياء ونون، يبقى بيزيد على المفرد بتاعه إيه؟ واو ونون، ده في حالة الرفع، وياء في ونون في حالة النصب أو الجر. يعني لو عندي كلمة معلم وعايزة أجمعها هتبقى إيه؟ يا إما معلمون يا إما معلمين. لو عندي كلمة مهندس هتبقى إيه؟ مهندسون أو مهندسين.
طيب انا اختار يا مس انهي واحده فيهم؟ اختارها بناء على ايه؟ والله هجيب الجمله من اولها واشوف هو محتاج مني انهي، المرفوعه ولا المنصوبه ولا المجروره. الجمله بتاعتي مبدئيا جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ كرمت دي جمله فعليه. مين اللي كرمت؟ الدوله، يبقى الدوله فاعل. كرمت الدوله مين؟ ها، يبقى الكلمة اللي هتيجي هنا هتبقى منصوبة، هتبقى كلمة المبدعين. يبقى كرمت الدولة المبدعين، ما ينفعش أي حاجة تانية. طيب نيجي للي بعدها، بيقول لي نجح نقط في الاختبار وعايز مني كلمة مثنى. طيب هنا بقى يا ولاد المثنى ايه هو؟ هو برضو ما زاد على مفرده ايه او ايه؟ ألف ونون أو ياء ونون، وما دل على ايه؟ على اثنين أو اثنتين. زي كتاب دي مفرد، عايزة أثنيه يبقى كتابان أو كتابين. كلمة فتاة هسنيها تبقى فتاتان أو فتاتين، ولدان أو ولدين. طيب هنا بيقول لي نجح نقط في الاختبار. نجح دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ والله يا ميس دي جملة فعلية، لأن نجح دي فعل. طيب مين اللي نجح؟ طيب معنى كده ان الكلمة اللي هتيجي هنا هتبقى ايه؟ فاعل، والفاعل دايما مرفوع. برافو عليكم. يبقى هقول نجح مين؟ يا اما الولدان يا اما الفائزان يا اما التلميذان، اي حاجة من الكلام ده صح، هتبقى نجح التلميذان في الاختبار. المثال الثالث بيقول لي يقف القائد نقط الجنود، وعايز مني ظرف مكان. انا فكرتك بيهم من شويه، المفروض ان انت تجاوب بقى خلاص. هقول يقف القائد ايه؟ نقط الجنود هتبقى امام الجنود، يبقى يقف القائد امام الجنود. طيب لو شاطر كده مين يقول لي؟ هي المفروض بتتقال كده يعني كمعلومه عابره وانت صغير شويه، ان بيتقالك اللي بيجي بعد الظرف دائما بيعرب ايه؟ مضاف اليه، والمضاف اليه انا لسه قايله لكم ان هو دائما مجرور. طيب يبقى هنا امام الجنود. السؤال اللي بعده بيقول لي نقط اطفال مصريون وعايز مني ضمير متكلم. مين شاطر يفكرني بضمائر المتكلم؟ لو انت حتى ما تعرفهاش، انت لو هتتكلم عن نفسك هتقول ايه؟ انا. ولو هنتكلم كلنا عن نفسنا هنقول ايه؟ نحن. طب هنا لما يكونوا اطفال مصريون بيتكلموا عن نفسهم هيقولوا ايه؟ هيقولوا نحن اطفال مصريون. برافو عليكم. السؤال اللي بعده ده برضو مهم جدا وفيه فكرتين مهمتين جدا. أول سؤال يا ولاد بيقول لي يعطي الغني المساكين صدقة. هنا كلمة المساكين بيقول لي منصوبة وعلامة نصبها. طبعا أنت من غير ما تفكر هتجري بسرعة وتحط الكسرة أو هتحط الياء. هتحط طبعا الياء، هتقول دي جمع ايه؟ جمع مذكر سالم. لكن طبعا الكلام ده مش صح. ليه؟ لأن أنت لو ركزت هتبص تلاقي ان كلمة المساكين دي مش جمع مذكر سالم. ازاي يا ميس دي اخرها ياء ونون؟ ايوه هي فعلا اخرها ياء ونون، بس جرب تحذفهم كده هتلاقي الكلمة أصبحت كلمة إيه؟ المساك. ودي طبعا حاجة غلط، لأن مفرد المساكين مفردها إيه؟ المسكين، كلمة واحدة فقط المسكين. تبقى كلمة المساكين دي جمع نوعه إيه يا ولاد؟ يبقى دي جمع تكسير. يبقى هنا يا ولاد كلمة المساكين منصوبة وعلامة نصبها هتبقى إيه؟ الفتحة، لأنها جمع تكسير. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي نقط متميزون. أختار علماءنا ولا علمائنا ولا علماؤنا؟ انا هشرح لك الثلاث اختيارات وبعدين هسيبك انت تجاوبني، وماما قاعده جنبك لو ما جاوبتش صح بقى المفروض ايه؟ المفروض يعني تتعامل معاك بقى. طيب هنا علماءنا يا ولاد الهمزه هنا على السطر، وعلمائنا الثانيه الهمزه على نبره، وعلماؤنا الهمزه على الواو. يفرقوا ايه الثلاثه عن بعض؟ في الحالة الأولى لو الكلمة منصوبة أو موقعها الإعرابي منصوب مفعول به مثلا هنستخدم علماءنا الهمزة فيها على السطر. علمائنا اللي الهمزة فيها على نبرة دي لو الكلمة مجرورة. وعلماؤنا لو الهمزة لو الكلمة مرفوعة هنا لأنها على الواو. طب هنا كلمة هنا المكان بتاعها فاضي، المكان هو أول مكان في الجملة اللي هو يعتبر مبتدأ، يعني المفروض الكلمة دي هتيجي هنا تعرب مبتدأ. يبقى أنهي واحدة فيهم الأصلح والأنسب؟ هتبقى كلمة إيه؟ أيوة برافو عليك، علماؤنا متميزون. برافو عليك يا سنة 6، أحسنت. يلا تعالوا بقى دلوقتي نشوف نوعية أسئلة جديدة. هنا بيقول لي اجعل هذه العبارة للجمع. طيب هنا بيقول لي أول حاجة هذا قلم جديد. طيب كلمة هذا لو أنا جيت فكرت فيها هلاقي جمعها هؤلاء، وكلمة قلم أقلام. طيب لو أنا جيت فكرت كده يا ولاد وقلت هؤلاء أقلام جديدة، فكرك الكلام ده هيبقى صح؟ لا يا مس طبعا ده هيبقى غلط، لأن كلمة قلم يا ولاد دي مفرد. أنا عارفة إنها مفرد بس لما تتجمع وتبقى كلمة أقلام. كلمة أقلام دي بسميه جمع غير إيه يا ولاد؟
جمع غير عاقل، لان الاقلام دي ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتفكر ولا بتعمل اي حاجه من الحاجات الحيويه اللي بيعملها الانسان. يبقى في الحاله دي الجمع الغير العاقل بيعامل معامله الايه؟ المفرد. يبقى هقول في الحاله دي الاجابه هتبقى ايه؟ هذه اقلام جديده. المثال التاني بيقول لي هذا اب يحب اولاده، هتبقى الاجابه ايه؟ ايوه برافو عليكم بقى، دي سهله بقى. هؤلاء آباء يحبون أولادهم، برافو عليكم. طيب المثال اللي بعده بيقول لي صوب الخطأ فيما يلي. أكلت وجبتان اليوم. طيب كلمة أكلت يا ولاد دي أنا كده مش عارفة الخطأ فين، هو مش محددهولي، مع إن في الغالب المفروض يبقى محدد لي الخطأ. طب أنا هركز في الجملة واحدة واحدة. الجملة أول حاجة اسمية ولا فعلية؟ جملة فعلية. طب أكلت، أكل فعل إيه؟ ماضي. طيب دي ما فيهاش مشكله، اكلت والتاء دي تاء الايه؟ الفعل. انا حاسس يا ميس ان الغلط مش في الكلمه دي، هو فعلا مش في الكلمه دي، الغلط في الكلمه اللي بعدها. ليه؟ لان انا بقول اكلت وجبتين، يبقى المفروض الكلمه اللي بعد كده هتبقى مفعول به. طب كلمه وجبتان دي يا ولاد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ والله يا ميس دي مثنى. طب في الحاله دي هقول اكلت ايه؟ اقول اكلت وجبتين، لان في الحاله دي هيبقى يا ولاد مفعول به، والمفعول به لما بيبقى مثنى او المثنى لما بيبقى مفعول به بيبقى منصوب وعلامه نصبه ايه؟ الياء. احسنت يا سنه 6، برافو عليك. طيب تعالوا بقى هنا نشوف نوعيه اسئله جديده. طيب هنا بيقول لي ايه؟ ضع حرف النفي المناسب، وعندي لا ولم ولن، دول ادوات النفي اللي المفروض ان انت اخدتهم وهراجعهم لك دلوقتي. بيقول لي هنا نقط ارسب في الامتحان. معنى كده يا اولاد ان الحدث ده حصل امتى؟ هو حصل قبل كده في الماضي، يبقى معناها ايه؟ لم ارسب في الامتحان، والله انا ما سقطتش في الامتحان قبل كده. طب اللي بعدها بيقول لي نقط اهمل في اداء واجبي، يعني انا مش بهمل في اداء واجبي، يبقى هنا معناها هيبقى هنا هقول ايه؟ لن اهمل في اداء واجبي، يبقى هنا انا بنفي حاجه هتحصل في المستقبل، فبيقول ايه؟ لن اهمل في اداء واجبي. خلاص كده. التالتة بيقول لي الصادق نقط يكذب، دي حقيقة بتحصل دلوقتي أو معلومة عايز يعرفاني، فبيقول لي الصادق ماله؟ لا يكذب. يبقى خليني أعرفك إن لم بتنفي في الماضي، لن بتنفي في المستقبل، ولا بتنفي في الحاضر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب اسم الأسلوب. طبعا احنا فاكرين الأساليب كان بيبقى عندي أسلوب الاستفهام، وعندي أسلوب التعجب، وعندي أساليب النفي، يعني كان عندي مجموعة أساليب مختلفة. اول حاجه سؤال بيقول لي ما اسمك. خلاص كده. طيب ما اسمك، طب هنا بقى دوت اسلوب ايه؟ واحد بيسالني بيقول لي اسمك ايه؟ ما مدرستك؟ اين تسكن؟ ماذا تحب؟ ده طبعا بسميه اسلوب ايه؟ استفهام. طب هنا السؤال اللي بعده بيقول لي ما اجمل الزهور؟ ما اجمل الزهور. طيب هنا ده اسلوب بسميه ايه؟ اسلوب تعجب. زي ما باجي مثلا ابص للسماء والاقيها صافيه وجميله، اقول ما اجمل السماء، ما احلى الربيع. طيب اللي بعده بيقول لي ما غضبت من اخي، يعني انا ما زعلتش من اخويا ابدا، يبقى ده اسلوب ايه؟ اسلوب نفي. يلا تعالى بقى نشوف سؤال تاني. السؤال المره دي اعرب ما تحته خط فيما يلي، وبيقول لي كافأت المعلمه التلميذات المتفوقات. هنا هفكرك بحاجه تانية بس هيجي وقتها دلوقتي. بيقول لي كافأت المعلمه التلميذات، وعايز اعراب كلمه التلميذات. طب تعالى نجيب الجملة من أولها. الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ والله يا ميس دي جملة فعلية. كافأت ده فعل إيه؟ ماض. مين اللي كافأت؟ المعلمة. طب أقدر هنا أسألك في نقطة صغنطوطة خالص، التاء اللي عند كافأت دي تاء إيه؟ تاء تأنيث ولا تاء فاعل؟ الأول أنا قلت كافأت مش كافأت. طالما قلت كافأت تبقى دي تاء تأنيث، لو كنت قلت كافأت تبقى دي تاء الفاعل. طيب كافأت مين اللي كافأت؟ المعلمة، يبقى هنا المعلمة دي فاعل. كافأت المعلمة مين؟ التلميذات. تبقى التلميذات دي ايه يا ولاد؟ مفعول به. ماله بقى؟ ركز. منصوب وعلامة نصبه هل الفتحة؟ لا، دي منصوبة وعلامة نصبها ايه يا ولاد؟ الكسرة، لان دي ايه يا شباب او يا حبايبي؟ جمع مؤنث سالم. ايه هو جمع المؤنث السالم يا ولاد؟ جمع المؤنث السالم يا ولاد هو ما زاد على المؤنثة المفردة بألف وتاء. يعني لو عندي تلميذة هتبقى تلميذات، لو عندي جميلة جميلات، لو عندي زهرة تبقى زهرات. خلاص كده. طيب يبقى أنا عندي دوت هو جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. خلاص كده. طيب السؤال اللي بعده حضر المتفوقون حفل التكريم. هنا طالب مني إعراب كلمة المتفوقون.
طيب نرجع برضو للجملة من أولها. كلمة حضر دي إيه؟ فعل. طيب مين اللي حضر؟ المتفوقون. خلاص دي سهلة بقى، هتبقى تعرب إيه؟ فاعل. طب فاعل مرفوع بقى، وعلامة رفعه، أيوة قول بسرعة قبل ما تنزل الإجابة. برافو، علامة رفعه الواو لأنها جمع مذكر سالم. السؤال الثالث بيقول لي فصل الربيع أجمل الفصول. طيب وهنا طالب مني إعراب كلمة الربيع. علشان أعربها لازم أبص على اللي قبلها. كلمة الربيع نفسها يا ولاد اسم ولا فعل؟ اسم. طب وكلمة فصل اسم ولا فعل؟ اسم. طيب كلمة الربيع اسم وكلمة فصل اسم. طب يا ترى كلمة الربيع ايه علاقتها بكلمة فصل؟ هل هي تممت معناها مثلا فهي خبر؟ هل ينفع اكتفي بكلمة فصل الربيع كجملة واقول فصل الربيع دي جملة كاملة وخلاص؟ لا. كلمة فصل لو انا سكت قلتها وسكت هتبقى كلمة غير واضحة وغير محددة. انما لما اجي اقول فصل الربيع خلاص كده يبقى كلمة الربيع عملت فيها ايه؟ حددتها ووضحتها لي وخلتني مش عايزة اسأل على حاجة تاني. خلاص هو فصل ايه؟ يبقى فصل الربيع. يبقى في الحالة دي كلمة الربيع هتعرب حاجة اسمها مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وده اللي قلت لك ان شاء الله هفرد لك فيديو كامل، لان هو ما اتشرحش السنة اللي فاتت في سنة 5، فان شاء الله نفرد له فيديو خاص بيه. خلي بالك هنا بقى عندي ملحوظتين مهمتين جدا واغلب الولاد بيقعوا فيهم. هنا بيقول لي اول مثال، بيقول لي شعب مصر شعب عظيم. هنا كلمة شعب عايز مني اعرابها. في الحالة دي في ولاد كتير جدا من اللي هم النوابغ اللي بيبقوا فلتة كده دول، هتلاقيها يقول لك على طول دي مفعول مطلق لانها شبه اول كلمة في الجملة. لا، المفعول المطلق خليني افكرك وارجع تاني اقول لك ان هو كلمة مأخوذة من لفظ الفعل، انما هنا دي جملة اسمية. طيب شعب مصر، شعب مصر دي كلمة شعب دي مبتدأ، وكلمة مصر وضحتها، لان انا مش عارف شعب ايه من غير كلمة مصر، ما كنتش هبقى عارف يا ترى شعب مين، شعب مصر ولا فلسطين ولا الاردن ولا اليابان ولا شعب مين بالظبط. يبقى كلمة مصر وضحتها، يبقى دي مضاف اليه اللي هنبدأ نكررها ان شاء الله كتير من هنا ورايح. طب شعب مصر ماله؟ شعب عظيم. تبقى كلمة شعب يا ولاد تممت معنى الجملة، تبقى في الحالة دي كلمة شعب تعرب ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خلي بالك بقى منها وركز فيها لان دي ممكن تجيلك كتير بأفكار تانية. طيب الجملة التانية او المثال التاني بيقول لي جمع الفلاح عيدان القمح، وطالب مني اعراب كلمة عيدان. طبعا انت ممتاز وخارق، واول ما تشوفها على طول هتقول ايه؟ جمع الفلاح، وتمشي معايا صح الجملة من اولها. جمع فعل ماض، مين اللي جمع الفلاح وتبقى فاعل، وعيدان ديت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الالف. لا طبعا كلامك هيبقى مش صح لان انت لغاية دلوقتي انت متخيل ان هي مثنى. خلاص لا، كلمة عيدان يا ولاد مش مثنى، كلمة عيدان جمع كلمة عود، يعني كلمة عود اتغيرت، شكلها اتغير، فبالتالي بقت جمع ايه؟ جمع تكسير. في الحالة دي يا ولاد كلمة عيدان هتبقى جمع نوعه ايه؟ جمع تكسير زي ما بقول لكم. هتبقى في الحالة دي هتنصب وعلامة نصبها الايه؟ الفتحة. يبقى هتبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. برافو يا سنة 6. في النهاية أتمنى يكون المراجعة تكون مفيدة بالنسبة لكم، وأتمنى تكونوا فهمتوها، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو في أي حاجة عايزين أوضحها بشكل أكتر من كده، ويا ريت تكتبوا لي كمان الفيديوهات اللي تحبوا تعرفوها في الفترة المقبلة، وأي درس أنتوا حابين إن أنا أشرحه لكم يا ريت إن أنتوا تكتبوا لي ده في التعليقات. أتمنى منكم في النهاية إن أنتوا تعملوا شير للفيديو، وتعملوا لايك كمان للقناة، وتعملوا سبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد. وخلوا بالكم سبسكرايب دي اللي هي الحمراء اللي موجودة تحت الفيديو، أو تعمل لي اشتراك. وإن شاء الله إلى لقاء آخر في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.